حبيبي وعزيزي برج الجوزاء وجمال وحلاوة وطيبة قلب برج الجوزاء، الطيبين قوي بس متعبين قوي قوي قوي، بس على قلبي قريبين. المهم يا حلوين نقول توقعات ونصايح وتحذيرات شهر مارس اذار، ونار يا حبيبي نار. شهر حوار، شهر فيه تغييرات وتقلبات واكتر من حوارات. هقول لكم دلوقتي كل السلطات والبابا غنوجات، ركزوا بس في الكلمتين. خلينا نقول ان اخر 10 ايام في الشهر هم اللي فيهم الخلاصة، هم اللي فيهم الحلاوة كلها. ممكن أول 20 يوم تبقى شوية مضغوطين، بس والنبي مش بشكل كبير، لا 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 لا. في شوية ضغوطات، التزامات، مسؤوليات، حوارات، بس قادرين عليها بمساعدة أطراف تانية في حياتكم. طب إيه اللي هيأثر بشكل أكبر؟ خلينا نقول طبعا كله بإيد ربنا، الله أعلم. بس بداية كده عندنا المشتري لسه في برج الحمل، وعندنا الزهرة في برج الحمل لغاية يوم 17 في بيت العلاقات، الأصدقاء، الزملاء، القرايب، الحبايب. لسه في ناس في حياتكم مؤثرة، لسه قادرين تتعاونوا أكتر مع الآخرين، تلاقوا ناس تنصحكم، ناس ترشدكم، ناس تقف جنبكم، ناس تدافع عن موقفكم. لسه العلاقات الاجتماعية جميلة ومية مية، استغلوها يا حبايب قلبي وعينيا. عشان خلينا نقول ان عندنا من يوم 17 دخول الزهرة في برج الثور، وارد يبدأ يظهر لكم اعداء، يكشف لكم اعداء، يكشف لكم اسرار، يكشف لكم خبايا. يبدأ تظهر الحظوظ في ان انتوا تنتصروا على اعدائكم والناس اللي عايزة تحسدكم او تضركم او عينيها عليكم. بس في نفس الوقت هتكتشفوا بعض الامور اللي ممكن تضايقكم، ناس ما كنتش متخيلين ان هم كده، تكتشفوهم على حقيقتهم، وممكن يبقى بشكل مفاجئ. خلينا نقول برضو ان عندنا لغايه يوم 20، اكتبوا التواريخ اللي بقولها دي يا حلوين، ويا ريت تشوفوا برضو التوقعات الاسبوعيه واليوميه، هي اللي هتديكوا تفصيل اكتر بكتير. خلينا نقول برضو ان الشمس في برج الحوت لغايه يوم 20 في بيتكم العاشر، وعطارد في الحوت لغايه يوم 19، وزحل في الحوت من اول يوم 10، ونبتون في الحوت ليله كبيره في الحوت في بيتكم العاشر، يعني بيت السمعه، المكانه، وضعكم العملي، وضعكم الاجتماعي، نظره الاخرين ليكم. فوارد يبقى عليكم بعض الضغوط، بعض الاسترس، اكتر من مسؤوليه محتاجين تركزوا فيها، ما بين منزل، ما بين ابناء، ما بين عمل، ما بين لا قدر الله مرض، ما بين مش عارف ايه، اكتر من حاجه ضغط عليكم. فانتوا محتاجين تنظموا اوقاتكم، تحافظوا على صورتكم، تتحملوا مسؤولياتكم، ما تدوش فرصه لحد يشكك فيكم او يقول عليكم مهملين او مكسلين او ايا كان. دافعوا عن موقفكم، اثبتوا قدراتكم وامكانياتكم. عندكم قدره ان انتوا تحسنوا النظره ليكم، بس بافعالكم وتصرفاتكم تبعدوا عن الشبهات وتمشوا على النظام والتعليمات. طبعا عندنا بقى ايه؟ عندنا عطارد هيروح برج الحمل من يوم 19، وهنا من يوم 19 لاخر الشهر فرصه لتنظيم العلاقات، للتفاهمات، للمناقشات، للمحادثات، لان انتوا تعملوا ناس تبقى تقدروا تحوطوا نفسكم بناس بتدعمكم وبتدافع عنكم وواقفين في حياتكم بشكل مؤثر، وتأثروا في غيركم، تقدموا دعم ومساندة للآخرين بشكل كبير. عندنا المريخ عندكم طبعا لغاية يوم 25، وفي حركة أمامية ومبسوط ومية مية، وده اللي يديكم النشاط والقدرة والإمكانية بأمر الله، إن مهما واجهتوا ضغوط، واجهتوا حوارات، تقدروا عليها. مشكلتكم إن أنتوا بتتسرعوا في عواطفكم، بتتسرعوا في مشاعركم، بتتسرعوا في قراراتكم، بتتسرعوا في حكمكم على الأمور من قبل ما تغوصوا فيها وتكتشفوها، فتقلقوا نفسكم وتتعبوا نفسكم نفسيا وتبقوا شايلين الهم، وفي الآخر ربنا بيحلها وبتفرج والدنيا بتمشي وبتبقى مية مية. فما تشيلوش نفسكم الهم يا جوزائيين، خليكم متفائلين وبلاش تبقوا متسرعين. طبعا عندنا السرطان هيروح عليه برج المريخ من يوم 25 في آخر 5 أيام في الشهر، فيهم أحداث مالية والله أعلم، يا مكسب مالي، يا دعم مالي، يا التزامات مالية، يا مصاريف، يا إما تبذير، وده ملوش 60 لازمة في الوقت ده. في آخر 5 أيام خليكم حريصين ماليا جدا، احذروا الغش والسرقة والنصب والاستغلال، وحافظوا على مصدر رزقكم وهتبقوا عليه العال. زحل في برج الدلو اليوم 8، فهو ده اللي ممكن اعمل لكم بعض الضغوط النفسيه، بعض التاجيلات او التاخيرات في بعض الامور اللي مستنيينها، هتختفي من بعد يوم 8 ان شاء الله. وزحل من يوم 8 هيروح برج الحوت، فتاخد بالنا من سمعتنا ومكانتنا، من صعوبات ومواقف صعبه نتعرض لها.
كده تقريبا قلنا كل جزئية. فاضل الحتة العاطفية والأزواج الحلوين اللي عندكم لغاية يوم 23. فرص للعاطفة، فرص للمشاعر، فرص للتخارف، تلاقوا حاجة بتجمعكم باللي حواليكوا، سواء عائليا سواء عاطفيا سواء اجتماعيا، بالذات عائليا وعاطفيا في ترابط. حتى لو في حاجة صعبة تلاقوا كله واقف جنب بعضه، حاجة حلوة كله بيفرح مع بعضه. في بعض الخلافات من فترة للتانية بس هتعدي. وعندنا كمان تغيير في نوع العلاقة ما بين الأزواج، وخصوصا في الحتة الجنسية لغاية يوم 23 حلوة ومية مية. وكده تقريبا قلنا كل جزئية. لا لسه العمل والصحة. العمل والصحة عندنا من يوم 17 دخول الزهرة في برج الثور، فيبدأ فرص في الأمور العملية والأمور الصحية من يوم 17 لآخر الشهر. هي دي الفترة المناسبة للأعمال وللصحة وإن انتوا توازنوا ما بين أموركم. وكده قلنا كل حاجة بالتفصيل، ويا رب تكون سعيد ومن عم جوهر تستفيد، والله أعلم.